السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي النهاردة أعلمكم إزاي تعملوا سمكية ليها فوائد غذائية جميلة جدا. حتى خشوا على جوجل وابحثوا عنها، اللي هي البسارية. البسارية هوت أنا هعملها لكم بطريقتين مختلفتين. أول حاجة دلوقتي طريقة تخليل البسارية. أهوت عندي حوالي كيلو إلا ربع بسارية، وعندي ملح وشطة، كيس ملح صغير وعليه شطة، وهاخد معلقة كركم. قيمته الغذائية حلوة جدا وما بيبقاش في الطعم. دلوقتي انا عندي العلبة بتاعتي اهو، مجهزة علبة وثلاث اكياس نضاف حطوا في قلب بعض. اهو ثلاث اكياس نضاف في قلب بعض، واروح مدخلهم في قلب العلبة كده كويس، وماسكة كده العلبة نطلع الاكياس بره كده وايه نوضبوها كويس. ليه انا بعمل هنا اكياس؟ ليه ما بحطش في العلبة مباشرة؟ لان تبع الكمية بتاعتي، افرض العلبة اكبر، فانا مش عايزة يبقى فيه نسمة هواء داخلة للبسارية علشان ميبقاش فيها زفارة او ايه اي حاجة تعمل عفونة. بجيب السمكة بتاعتي بغسلها كويس واسيبها كام ساعة كده، 3-4 ساعات، ونشفها بمناديل مطبخ كويس جدا، عشان المية برضو بتعمل نسبة زفارة او عفونة. واروح جايبة هنا معلقة كركم صغيرة كده ضيفها على الملح والشطة، واجيب هنا ايه السمكة بتاعتي واقعد انطور عليها كده من الخلطة دي. ودلوقتي انا حبايبي رشيت عليها حوالي 5 معالق صغيرين ملح مع شطة، وهجيب شوية ملح كده في ارضية العلبة اللي انا هخلل فيها، وابتدي اجيب السمكية بتاعتي شوية كده منها وانزل وافردها كده كويس، واحاول ايه اوزع كويس، واحط واجيب حبة شطة على ملح صغيرين كده كأني ببدرها، واروح جايبة تاني بقية الكمية وحاطة لغاية ما ايه اخلص العلبة بتاعتي كلها، واقعد ايه ما بين كل شوية وشوية حبة لا تذكر كده ملح مع شطة لغاية ما اخلص كميتي كلها. وفي النهاية حبايبي اجيب زيت واحط كده من على الوش حوالي ربع كوباية زيت. هتقولي لي ليه حطيتي زيت؟ الزيت بيبقى زي تقل ينزل يطلع اي فراغات من الهواء ويبقى مادة حافظة. واروح ماسكة بقى ب3 اكياس بتوعي كده، اضم واطلع اي هواء، واروح رابطة كويس جدا. ايه بعد ما فرغت اي هواء في اكياس واربط كويس واشد كده، واروح ايه بالتكية كده عليها مفيهاش اي هوا مفيهاش اي حاجة، واروح ماسكة العلبة بتاعتي وقافلاها واحطها في مكان معتم ضلمة 3 ايام بتاكلوا منها تبقى زي الفل وتعيش معاكي مدة طويلة لغاية ما تخلص في منتهى النظافة وعاملاها في البيت. المهم التركات اللي قلتلك عليها، تفرغي الهواء زي ما قلت وتحطي في قلب الكيس في قلب علبة التلاجة اللي هتعملي فيها، وتنشفيها من اي مية عشان ميبقاش في عفونة او بكتيريا تخش لها. وبألف هنا. دلوقتي هننتقل بقى لبقية كمية السمك اللي انا جايباها، وهعملها لكم مقلية اللي هو جمبري الغلابة زي ما بيقولوا بطريقة سهلة وبسيطة. ودلوقتي حبايبي احنا خللنا شوية من البسارية وعرفنا طريقتها. دلوقتي نيجي بقى على الشوية دول حوالي كيلو وربع كده هنقليهم. طيب انا دلوقتي مسكتها غسلتها مية وملح وليمون، ما تحطيش خل لانه بيري السمك، وغسلتها كذا مرة. وازاي بقى خليت سمكتين
منها اهي عشان اعرفك ازاي بننضفها. اجي هنا عند الراس واروح دايسه كده بصوابعي كده واسحب، بتطلع بالقلب بتاعها اهو. خلاص كده السمكية. واحدة كمان اهي، ادوس كده من عند الراس واطلع بالقلب بتاعها. السمكية في منتهى النظافة. طب هعمل ايه بقى في الشوية دول؟ انا غسلاهم ومصفيهم. انا جيت هنا في المطحنة بتاعة الخلاط اللي بتعملي فيها البهارات، حطيت راس توم صغيرة، وحطيت معلقتين هريسة شطة من اللي انا مخزنهم عندي. ما عندكيش بتحطي قرنين فلفل تقطعيهم حامي شرايح، مش عايزة فلفل حامي، شوية شطة. انا يعني بقول لك البدايل. واساسي معلقة كمون كبيرة، معلقة ملح صغيرة بس مليانة، نص معلقة كزبرة ناشفة. وتعملي الخلطة دي تطحنيها تبقى ناعمة كده. الخلطة دي أساسي لأي سمك بولتي أي أنواع لتتبيلة السمك، وتخليها ناعمة كده. أنا ليه ما عملتهاش في الكب؟ عشان ما تبقاش خشنة. أنا عايزاها ناعمة تمسك في جسم السمكية، ولما أنزلها في الدقيق ما تبقاش مبرولة. هنزلها كده، وحطيت عليها كمان 3 ليمونات كبيرة. الليمون دلوقتي في الشتاء جميل ومليان عصير. هتنزلي الخلطة بتاعتك كده، هسيب شوية منها محتاجاهم، واروح ايه مدخلاها جوه السمك كده وبايدي بالراحة. السمكة دي حساسة، مش عايزة الايه ما تتعفيش عليها عشان ما تتهريش. كده بايدي بالراحة ادخل التتبيلة جوه السمكة كلها. ما شاء الله ريحتها جميلة. واروح ايه عاملة كده بالراحة، بتعامل برقة معاها لغاية ما اضمن ان الخلطة بتاعتي تبلت كل السمك زي ما انتوا شايفينه كده. بتاعتي دي جميلة نص ساعة على الاقل. ودلوقتي جبت كوبايتين دقيق في حاجة واسعة كده، واحط عليهم 3 معالق كبيرة بقسماط، واروح ضايفة عليهم معلقة ملح صغيرة كده. اتبل الدقيق بتاعي واخلطهم ببعض كده. البقسماط مع الدقيق بيدي كفر حلو للسمكية. شوية من السمك بتاعي ايه انطره كده بعيد عن بعضه، وابدر فيه بقى، اخلي الغلاف ده يمسك جسم السمكية كلها وتبعد عن بعضها كده، ما تبقاش ايه لازقة في بعضها. بعد كده اروح جايبة مصفى كده وانزل ايه بشوية السمك اللي انا بدرتهم دول فيها، واعمل كده تنزل اهي اي زيادات من الدقيق. اهي السمكة بسمكتها متغلفة حلوة. اعمل كده في كل السمك بحيث يبقى ايه مش لازق في بعضه، وكل سمكة منفصلة عن التانية ومتغلفة بالدقيق والبقسماط. اهي طاسة وفيها الزيت كويس، وانزل اشوف كده اختبر الاول الزيت سخن ولا لا. ودلوقتي هنزل السمك بتاعي في الطاسة واوزعه كده كويس. السمكة دي زي ما قلت لكم خفيفة، يعني زي الجمبري. هتزودي عليها النار هتجلد دقيقة، يعني أقل من 5 دقايق يا دوبك تبقى لونها ذهبي كده، وطلعها عشان تحسي بلحمة وتبقى طرية. وده حبايبي بعد ما طلعت من الطاسة جميلة قلبها طري اهو، حلوة تاكل بألف هنا وشفا. طعمها جميل جدا، ودوروا على جوجل هتعرفوا القيمة الغذائية بتاعتها. دمتم بصحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.